بيكم في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن موضوع اتكلمت فيه مليون مره وتعبت من كتر الكلام. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو حسيت فعلا الفيديو فادك. انا تعبت من كتر الكلام ومن كتر ما انا بقول لكم على عيوب، وانت بتروح تعمل عيب ملوش دعوه بالعيب ده، وفي الاخر بتصرف فلوس وما بتلاقيش مشكلتك اتحلت. قلت لكم مليون مره يا جماعه مش شرط المساعد يكون ضارب زيت عشان كده عشان يبقى المساعد بايظ. النهارده احنا معانا مساعد بتاع بي واي دي خلفي مساعد اصلي مش ضارب زيت، ما فيهوش اي نقطه زيت، وبرغم كده المساعد بايظ. وصاحب العربيه راح لحد قال له ده الجلب الدونجل بايظه، هي اللي عامله معاك المشكله دي. فك الدونجل وراح جاب جلبتين وركبهم، طلع جرب نفس المشكله. والعيب ايه؟ المساعد اهو ضغطه اهو، مساعد ضغطه شغال، مساعد ضغطه اهو بيطلع وينزل اهو زي ما انتم شايفين بيطلع، وبرغم كده القلب بتاعه بيخبط. بصوا يا جماعه، بصوا تعالى بصوا كمان، شفت المساعد طلع ازاي؟ بصوا المساعد بيعمل ازاي؟ ابعد شويه، بصوا المساعد، بصوا القلب بيعمل ازاي؟ قلب بيخبط جامد جدا اهو. بصوا فاي مطبق او اي حتت مكسره هيعمل معاك ايه؟ صوت تخبيط وصوت ترزيع وصوت دغدغه. فانا بقول لك قبل ما تعمل اي قطعه، قبل ما تغير اي قطعه لازم تتاكد. يعني هنا لما جالي هنا صاحب العربيه دي وقال لي انا غيرت جلب دونجل، العفشه ما فيهاش، يعني العفشه الخلفيه ما فيهاش مش عويصه. جلب الدونجل يا جماعه ما تعملش معاك تخبيط. جلب الدونجل تعمل معاك تخبيط امتى؟ لما يكون الجلبه باظت خالص وجت معاك على الحديد فبقى حديد على حديد يعمل معاك خبط. غير كده ما تعملش معاك خبط. جلبة الدونجل لو بايظه تعمل معاك نقله في العربيه في فواصل الكباري. لما تيجي يحصل معاك خبط ممكن ابص على كليبر بتاع ماستر، ابص على مساعد زي كده. المساعد قلنا عشان تتاكد المساعد كويس ولا بايظ هتفك المساعد بره، كشفنا عليه لقينا المساعد بايظ. ولو جيت هزيت العربيه واقفه المساعد مديك ضغط 10/10، فعشان كده هتتعب شويه او هتصرف شويه بس مش هتصرف كتير. يعني مثلا دلوقتي انا رحت فكيت، خليت الصنايعي يفك لي المساعدين كشف لي عليها، غرمت فك وتركيب ولقيت ان المساعد كويس احسن ما اغرم قطعه برقم وفي الاخر اخسر قطعه اصليه انا غيرتها. فانا بقول في الفيديو ده اكد من اي قطعه قبل ما تغيرها اللي هي فيها المشكله، ومش شرط يكون المساعد قلت لكم قبل كده اكتر من 6-7 طرق او 6 أو 7 اشكال بيبوظ فيهم. ممكن المساعد يضرب زيت، ممكن المساعد يحجر، ممكن المساعد يبقى خفيف قوي، ممكن المساعد قلب زي كده يبقى بايظ، ممكن المساعد يبقى ملوح، كذا شكل من اشكال المساعد يبقى المساعد بايظ وملوش علاقه، ممكن ما يبقاش شكله ضارب زيت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم في قناه مواهب ثورات مع وليد حسين.